السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا اليوم إن شاء الله فيديو جديد. قبل ما نبداو غنبداو دائما بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم بلغنا رمضان آمين يا مهتدين. اليوم إن شاء الله غنقدم معكم واحد المؤسسة ديال رمضان إن شاء الله يبلغ لنا بخير. غادي تكون واحد المؤسسة اللي كتكون مقرمشة يعني ورطبة في نفس الوقت. غندوزو إن شاء الله المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات عندي 3 كؤوس ديال الدقيق، عندي كأس الجنجلان اللي منقي ومغسول مزيان، عندي نص كاس الماء الزهر ونص كاس الزبدة دايبة، قليل من الملح، معلقة ديال النافع ونص معلقة د الخمارة ومعلقة صغيرة د القرفة، يعني الخمارة تقريبا 4 غرام. غادي ندوز إن شاء الله لواحد البول اللي غادي نخلط فيه هاد المكونات عندي. غادي نوضع داك 3 د الكؤوس ديال الدقيق، يعني إما تعبروا بالكاس إما غادي نتعبروا 330 غرام ديال الدقيق الأبيض. غادي نضيفو كذلك داك الكاس ديال اللوز، يعني عفوا ديال الزنجلان، يعني الزنجلان ما تحمروه ما والو، لأن باقا غادا تقلى لنا ديك البليغه، ما خصناش نديروه محمر. كنضيفو داك القبصه ديال الملح، ديك المعلقه ديال النافع، ممكن تخلطوا لنا بحبه حلاوه، انا ما توفراتليش حبه حلاوه درت غير النافع، داك نص معلقه ديال القرفه ونص معلقه ديال الخماره يعني 4 غرام، وغنخلطوا مزيان هاد المكونات كامله حتى تخلط مع بعضياتها باش غادي ان شاء الله نجمعوا العجين ديالنا. غادي ناخذ داك نص كاس ديال الزبده المذابه وغادي نخويها عليها. غادي نحاولوا نرملوا داك الطحين بديك شويه ديال الزبده اللي كبينا، يعني غنخلطوا مزيان. عندي هنا نص كاس ديال الماء الزهر، واللي ما تيبغيش الماء الزهر ممكن يخلط غير بالماء العادي. وغادي نضيف كذلك نص كاس ديال الماء واحد اخر، هو باش غادي نجمعوا هذا الخليط، يعني مجموع ديال الماء ما بين الماء الزهر والماء هو كاس. يعني كما قلت لكم اما تجمعوه بكاس الماء كامل، اما ديروا نص كاس الماء الزهر ونص كاس ديال الماء. يعني والماء دائما ما تحاولوا ما تزيدوش بدقه واحده، لان كما كنعرفوا الطحين كيختلف من طحين لطحين، يعني كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. غادي نبقاو نضيفوه غير بشويه حتى نجمعوا العجينه ديالنا. يعني كما كتشوفوا من بعد ما كتجمع ليا مزيان كنحاولوا نلموها مزيان باش ما تبقاش يعني كتقطع. يعني كتجي ساهله هي في الجميع ديالها ماشي كتعذب. وغادي نحطوها، يعني كما كتشوفوا كنحصلوا عليها بهذا الشكل، يعني خصها تكون العجينه رطبه شويه، لان لا قصحتوا هاد العجينه ديال البليغات كتبقى داك الزنجلان تيخرج منها ملي كتبقاو كتطلقوه. الان من بعد ما جمعنا العجينه مزيان كناخذوا سطح العمل وكنرشوه بالقليل قليل من الدقيق، يعني ما ديروش الدقيق بزاف غير باش ما تلصقناش على سطح العمل. وغادي ناخذ ديك العجين وغادي نحاولوا اننا نسرحوه مزيان، اما نسرحوه على شكل مربع اولا مستطيل، يعني باش ما نقطعوا هاد العجين بالجراره ما يخرجناش فيه الكسور بزاف. يعني تنعرفوا هاد العجينه ملي كتطلق وكتجمع كتولي بحال كتشرب شويه كتقصح، كتقدر تعذبكم في الطليق. اللهم كتطلقوها على شكل مستطيل ولا مربع مقادد، يعني باش تاخذ لكم ما تاخذ لكم تعطيكمش الكسور بزاف. كتحاولوا تطلقوها مزيان، يعني كتركزوا على الجوانب وكتركزوا مزيان على الوسط. وهاد البليغه كتبغي انها تكون شويه رقيقه، يعني ما تكونش غليظه، باش كتجينا يعني رطبه ومقرمشه في نفس الوقت. يعني كنحاولوا اننا نسرحوها. وكنتمنى ان شاء الله اللي زار الفيديو ديالي اول مره اولا زار القناه ديالي عفوا اول مره ما يبخلش ليا بلايك واشتراك ويبارطاجيها مع الاهل والاحباب باش نبقى ان شاء الله نقدم لكم كل ما هو جديد. وكنعتذر على يعني الغياب اللي كان نتعطل فيه، ما كنحطش دائما. كنعتذر مره اخرى. يعني كما كتشوفوا كنحاولوا نسرحوها كما قلت لكم كتكون رقيقه شويه. كناخذوا الجراره وكنحاولوا نحيدوا دوك الجوانب حتى هما من بعد غادي نعاودوا نطلقوهم، يعني باش كنعطيو واحد الشكل كما قلت لكم اما مستطيل اما مربع، باش ما يخرجناش الكسور بزاف ملي نكونوا كنطلقوها. وكناخذوا جراره وكنحاولوا اننا ناخذوا يعني اللي ما عرفش ياخذ نفس القياس غير هكا عينو ميزانو، كتاخذ واحد الكريطينه وتتقطعوها طويله ورقيقه، يعني واحد العرض ديال تقريبا 10 سنتيم اولا نتوما على حساب شحال بغيتوها صغيره ولا كبيره. وكتبقاو كتحطوا وكتقطعوا، واللي كيعرف يمشي هكا بالجراره نيشان يعني كتقطعوها غير بالجراره عاديه. كذلك غادي نعاودو نقطعوها على العرض، يعني تحاولوا دوك المربعات يجيو مربعين، يعني ما يجيوش وحده طويله وحده مربعه، تحاولوا ديروهم مربعين. غادي نستمر هكذايا حتى نقطع الكميه كامله، يعني داك العجين اللي عندي باش ان شاء الله غادي عاد نبدا كنشكلو.
يعني هاد البليغات كيجيو زويونين وكيجيو كيزينوا المائدة ديال الفطار ديال رمضان. كناخدو واحد المربع الأول وكنحاولوا أننا كما كتشوفوا كنجمعوا داك الجانب على الآخر كما كتشوفوا، يعني الفيديو موضح نفسه، وكتضغطوا عليها مزيان باش في القلي ما تحاول ما تقطع ما تحلكمش في القلي، يعني تحاولوا تضغطوا مزيان على دوك القنيتات، يعني كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. النية اللي هي طريقة سهلة وبسيطة، كتحاولوا أنكم تجمعوا القنيتة مع القنيتة وكتبسطوها. غادي نستمر هكذايا حتى نكمل هاد المربعات كاملين. يعني في هاد الأثناء كنوجد الزيت اللي غادي يسخن فوق البوطة باش إن شاء الله غادي نبداو نقليوهم. يعني غادي نستمر كما قلت لكم في هاد الشيء كامل تنكملو، ومن بعد ما كملناهم درناهم في واحد الصينية الفران وخليناهم حتى ينشفوا مزيان. الآن غادي ناخدو هاد يعني كما قلت لكم الزيت من بعد ما سخنات شوية، وكذلك كنكون موجدة حتى العسل راني فايته موجداه معكم في واحد الفيديو، غادي نحاول إن شاء الله نحطو لكم في صندوق الوصف اللي بغى يرجع له، يعني كيجي واحد العسل اللي هو ناجح. كناخدو دوك البليغات وكنبداو كنوضعوهم في الزيت، يعني من بعد ما سخناها بهذا الشكل هذا كنستمروا وحنا كنوضعوها في الزيت. يعني ما كتحركوهاش من الاول، كتخليوها حتى كتشد راسها في الزيت، يعني باش ما تبقاوش تكثروا عليها التحرك باش ما تفرتتش. يعني كما كتشوفوا من بعد ما كتبدا كتاخذ اللون كنبداو كنحركوها وكنحيدوها من الزيت، كنوضعوها مباشره في العسل، يعني باش كتشرب لنا العسل وهي سخونه. يعني كي كتشوفوا ما نخليوهاش تحمر بزاف باش ما تجيكمش بحال محروقه، يعني هي كتبدا تاخذ داك اللون الذهبي كتحيدوها، يعني باش داك اللون كتكمل تقريبا الطياب ديالها في العسل. كنضغطوا عليها ونخليوها تشرب العسل وندوزو نحطوا كميه اخرى كذلك حتى كنعمر المقله ديالي، وكنبقاو نحركوها حتى كتكمل ونوضعوها في العسل. كما كتشوفوا من بعد ما كملناها يعني تناخدها وكنحيدها من العسل وكنوضعوها في واحد الشبكه باش تسقطر. يعني كنبغي نحط القليه الثانيه كنحيد الاولى نحطها في العسل وعاد نحط القليه الثانيه. وهذا هو الشكل النهائي ديال البليغه ديالنا، يعني من بعد ما كملناها كي كتشوفوا كيجي العسل لاصق عليها، يعني كما قلت لكم حتى الطريقه ديال العسل يعني خصها تكون طيبه مزيانه باش ما كتسقطرش بزاف من العسل وكتجي ناشفه. غادي نقسم معكم وحيده تشوفوها كي جايه هشيشه من الداخل ومقرمشه في نفس الوقت، وكنتمنى تجربوا